في أول بنك أسئلة تفاعلي لجراحة التجميل بلاستيكولوجي MCQ بنك الحلم اللي كلنا استنيناه. في المنصة التفاعلية لبنك الأسئلة هتلاحظ إنك أنت تقدر تعمل لنفسك عدد لا نهائي من الامتحانات كل يوم كل ساعة كل دقيقة بعدد الأسئلة اللي أنت عايزه، ودايما بيكون معاك تايمر. ومش بس كده، أنت تقدر تختبر نفسك شابتر وايز أو بالسورس وايز، يعني تختار الكتاب اللي أنت عايز تختبر نفسك فيه وتقوم تفتحه وتقوم تختبر لنفسك في الأسئلة. ومش بس كده، دايما بيكون في عندك ريفيو سنتر بعد ما تخلص الكويز بتاعك، انت تقدر ترجع وتشوف هو انت ايه الاسئله اللي جاوبتها صح، ايه الاسئله اللي انت محتاج انك انت تراجع فيها النقط اللي انت وقعت فيها. ومش بس كده، لما تيجي تختار الشابتر، انت مثلا هنا هو هتشتغل على ال 26 سؤال. طول ما انت شغال في بروجرس بار بيقول لك انت جاوبت صح ولا غلط، وبيقوم يقول لك كمان الفانكشناليتي بتاعتك، انت ايه اللوجيك ان السؤال ده اتجاوب صح وايه اللوجيك ان ده اتجاوب غلط. مش بس كده، احنا اهتمينا جدا ان احنا نقول لك هو ده تبع شابتر ايه وتبع انهي كتاب، عشان احنا مش بنألف طب، احنا بنشوف الناس وصلت فين في الطب ونقوم ننظمه عشان نقدر نذاكره ونفهمه. لان في حاجات كمان عليها كونتروفيرسي، مهم تعرف السؤال ده لو عليه كونتروفيرسي هو السؤال ده جه منين، مش بنألف طب ولا ايه. طيب لو انا السؤال دوت انا مش عارفه، انا ممكن اعمل فلاج واقوم اعديه، او ان انا اشوف هنت، اشوف السؤال دوت كان المشكله فيه ايه عشان انا مش عارفها، وبعد كده اقدر اجاوب. طب هل انا عرفت اجاوب؟ لا ما عرفتش، فانت دلوقتي جاوبته غلط. فهتلاحظ ان هو في البروجرس بار بيقول لك انت جاوبت قد ايه، وبعد ما تخلص الكويز بتاعك خالص تقدر انك انت تشوف باقي الاخطاء بتاعتك والحاجات اللي انت جبتها صح، عشان خاطر كمان تختبر نفسك في الاسئله اللي انت محتاج تراجعها. Together we can.